في شرق أفريقيا من أثيوبيا لحد موزمبيق في صدع ضخم جدا اسمه إيست أفريكان ريف. الصدع ده عبارة عن شرخ طويل جدا ويصل طوله لآلاف الكيلومترات. الأرض فيه بتتفتح شوية بشوية، لكن بمرور ملايين السنين ممكن الشرخ ده يفصل أفريقيا لنصين ويخلي شرق أفريقيا كأنها جزيرة منفصلة تماما في المحيط الهندي. وده طبعا بسبب إن المنطقة ديت مليانة بالبحيرات زي بحيرة فيكتوريا والبراكين النشطة زي كليمنجارو. دي علامات إن تحتنا مجمة شغالة بتغلي وبتدفع القشرة الأرضية إن هي تتقسم لنصين. واللي بيحصل هنا مربوط بحاجة تسمى بالصفائح التكتونية. القشرة الأرضية ما بتكونش لوح واحد أو جزء واحد، لا هي بتكون عبارة عن ألواح متماسكة مع بعضها زي البازل، وبتتحرك فوق طبقة اسمها أسينوسفير. فعندنا في شرق أفريقيا في لوحين، اللوح النوبي بيتحرك شمال غرب واللوح الصومالي بيتحرك جنوب شرق. الشد ده بيعمل تمدد للقشر، ومع التمدد الصخور بتتكسر والشرخ بيتوسع أكتر. لو دخلنا على الجانب الجيوكيميائي في الجزء ده، هنا بيجي دور الوشاح أو المانتل في أعمدة من صهارة سخنة جدا بتسمها مانتل بلانتس. الصهارة دي بتكون غنية بالبازل واللي بيتكون أساسا من معادن زي الأوليفين اللي هو السيليكات ومغنيسيوم وحديد، والبيروكسين وبيكون سيليكات معقدة من المغنيسيوم والصوديوم، والبلاجوكليز فلزبار ودي بيكون سيليكات ألمنيوم صوديوم أو كالسيوم. لما الصهارة دي تطلع وتبرد بتفرش طبقات بازلتية جديدة، وده نفس السيناريو اللي عمل قاع البحر الأحمر من ملايين السنين. أما لو اتكلمنا عن المستوى البلوري والذري، بلورة الأولفين مثلا معمولة من شبكة SI4 يعني تتراهيدرا، وبتكون مرتبطة بمغنيسيوم وحديد. فلما الحرارة تعلى الروابط دي تبدأ تهتز أكتر، وده بيخلي المعادن تفقد تماسكها في وجود الغازات البركانية والسوائل الحار مائية، فالمعادن بتضعف أكتر. ده بيساعد على كسر الصخور. الشق ده بيتسع دلوقتي بمعدل من 2 ل 5 ملي في السنة، يعني بعد 10 مليون سنة شرق أفريقيا ممكن تبقى جزيرة كاملة. وده طبعا هيغير في شكل القارة والمناخ ومسارات الحيوانات. عشان تقرأ في الموضوع أكتر في البحث موجود دلوقتي على ميتانيكس، هتلاقي كل المصادر موجودة.